اللي يعرفني ومتابعني من فترة كبيرة عارف انه جزء من الحاجات اللي انا بحب اعملها انه انا انزل لطلبة الجامعة واتكلم معاهم عن حاجات ممكن تكون مهم ان هم يسمعوها وهم لسه طلبة عشان يجهزوا نفسهم لبيئة العمل او لسوق العمل بعد كده. واحدة من المهارات اللي دايما انا بحب اعمل توعية عنها مهارات الايموشنال انتليجنس. في الحقيقة كنت النهاردة في جامعة حلوان تحديدا في كلية تمريض، وكان عندي سيشن بتتكلم عن الايموشنال انتليجنس، وفي الحقيقه دي كانت ضمن مبادره هي تقود. المبادره دي في مؤسسات محليه ودوليه مسؤولين عنها زي مؤسسه شباب القاده وكتير من الشركات والمؤسسات الدوليه. المهم كان حاضر تقريبا في اللقاء ده ما يقرب من 200 طالبه، وهي طبعا المبادره موجهه للفتيات او للبنات. فحاضر 200 طالبه، فكنت بسالهم مين فيكم سمع عن مفهوم الايموشنال انتليجنس او الذكاء العاطفي؟ في الحقيقه اتفاجئت بالاستجابه او اتفاجئت بالاجابات بتاعتهم. يعني 200 طالبه في 2026 لما سالتهم السؤال ده ما كانش ولا حد سمع عن المفهوم او كان عنده اهتمام انه يبحث عنه او يعرف هو الذكاء العاطفي ممكن يساعدنا في ايه او يفرق معانا ازاي. في الحقيقه يعني خليني اقول لكم دي كانت حاجه حلوه وحاجه حلوه انه انا في النهايه هعمل لهم اويرنس عن المفهوم، وبالتالي احنا قدرنا نعمل توعيه لاكثر من 200 طالبه في 2026. فبقى في فرصه انه 200 إنسانة هتبحث وتعرف وتدرك أثر المفهوم ده عليها. الحاجة الوحشة بقى إنه إحنا في 26 ما زال طلبة الجامعة ما عندهاش وعي وما عندهاش دراية أو علم بواحدة من أهم مهارات القرن ال21. يعني في منتدى الاقتصاد العالمي آخر تقرير أو التقرير اللي صدر في 2023 كانوا بيتوقعوا أهم 10 مهارات في المستقبل. 4 مهارات من ال10 مهارات ريليتد بالإيموشنال انتليجنس، 4 مهارات من ال10. فتعالوا نتخيل إن طالب جامعة موجود في الجامعة واحدة من المهارات اللي هو محتاج يبقى بيتعلمها علشان هتفرق جدا في الكارير بتاعه وهتفرق جدا في نجاحه المهني. أنا سائل 200 طالبة النهاردة عن المهارات دي، هم ما سمعوش عنها قبل كده وما يعرفوهاش. وده يمكن اللي انا بقالي 7 سنين او اخر 7 سنين من شغلي انا ما بعملش حاجة غير انه انا مستمر في نشر الوعي بأهمية الذكاء العاطفي نظرا لأهمية المهارات دي في حياتنا على المستوى الإنساني وعلى المستوى الاحترافي في الشغل. شغلنا الأساسي احنا بنتعامل مع الشركات وبنساعد الشركات والمؤسسات ان هم يطبقوا تطبيقات الذكاء العاطفي داخل بيئة العمل. وعشان كده احنا طول الوقت تركيزنا رايح للبي تو بي، بس من وقت للتاني كل ما بيبقى عندي وقت بحاول انه انا انزل لطلبة الجامعة واحاول اتكلم عنهم، علشان هم مش محتاجين بعد ما يتخرجوا ويروحوا يعملوا مقابلات كتير ويترفضوا منها او ما يبقوش جاهزين لفرص حقيقية موجودة في الماركت. ثم مش جاهزين ليها ليه؟ علشان هم مش متسلحين او هم متدربين على اهم مهارات سوق العمل دلوقتي محتاجها. تعالوا نتخيل كده، هي الشركات لما بترفض حد او بتقول لحد شكرا احنا ما بقناش محتاجين خدماتك، هي بتقول له علشان هو تكنيكال ضعيف او مش كواليفايد انف في الجوانب التكنيكال، ولا علشان الاتيتيود بتاعه، ولا علشان الطريقه اللي بيتعامل بيها، ولا علشان الاسلوب اللي بيتكلم بيه، ولا علشان عدم الالتزام بتاعه. كل ده بيشير لايه؟ بيشير لمستوى الذكاء العاطفي عند الاشخاص دي. وبالتالي كل ما بيزيد مستوى الذكاء العاطفي عند كل شخص مننا كل ما ده بيخلق له ميزة تنافسية في الشركة بتاعته أو في الماركت بشكل كبير جدا. ومن بحكم احتكاكي مع الشركات أو أصحاب الشركات أو المديرين الكبار في الشركات،
واحده من اكتر المهارات اللي بيدوروا عليها دلوقتي في الكاليبرز، انه يكون عندهم هاي ايموشنال انتليجنس، وعندهم استعداد ان هم يدفعوا مبالغ قويه جدا ومبالغ كبيره جدا علشان بس يلاقوا نوعيه اشخاص عندها مهارات ذكاء عاطفي في بيئه العمل. حبيت ان انا اشارك ده لانه جالي فضول اتخيل كده واعرف اذا كان 200 طالبه حضروا المحاضره اللي النهارده في جامعه حلوان كليه تمريض، بسالهم كم حد يعرف عن الايموشنال انتليجنس، ولا واحده جاوبت انها تعرف. ما باقي طلبه الجامعه ايه بقى، ايه الاخبار؟ وخلونا نتكلم انه الطالبات اللي هم في مجال التمريض هيخرجوا يشتغلوا في المستشفيات وهيساعدوا المرضى، او مطلوب منهم ان هم يتعاملوا بنوع من انواع التعاطف مع المرضى ويبقى عندهم ضبط ذات علشان الحالات الطوارئ اللي احنا بنشوفه، المشاكل اللي بتحصل في القطاع الصحي بشكل كبير. احنا ما بنأهلش الطلبة ان هم يكونوا مستعدين لبيئة العمل اللي هم رايحين يشتغلوا فيها دي، لان واحدة من اهم المهارات اللي محتاج يتسلح بيها القطاع الصحي كله، سواء كان تمريض او دكاترة في المستشفيات، هم ما يعرفوش عنها حاجة. بدليل ايه؟ يعني اللي حصل النهارده في المحاضرة هو فاليديشن قوي جدا. طب دي جامعة حلوان، ماذا عن جامعة القاهرة؟ ماذا عن جامعة عين شمس؟ ماذا عن جامعة اسكندرية، جامعة الزقازيق، جامعة المنصورة، جامعة بورسعيد، كل جامعات مصر؟ احنا بنتكلم عن واحدة من اهم مهارات القرن ال21. بسأل 200 طالبة النهاردة كم حد يعرف الايموشنال انتليجنس او سمع عنه قبل كده؟ ولا حد يعرف. دي حاجة خطيرة جدا. يمكن زمان الموضوع خلينا نقول انه اهميته كانت مش باينه قوي، نتيجه ان الحياه ما كانتش بالشكل اللي احنا عليه دلوقتي. بس احنا في 2026 طلبه الجامعه لسه ما تعرفش عن الايموشنال انتليجنس. دي حاجه في منتهى الخطوره. يعني انا في الحقيقه حبيت ان انا شير ده معاكم النهارده، لعل وعسى الفيديو ده يوصل لاي مسؤول متخذ قرار ليه علاقه بالتعليم، ليه علاقه بالصحه، المسؤولين في الشركات. الموضوع فعلا مهم، وتاثيره على الانسان نفسه وعلى بيئه العمل ما بقاش رفاهيه. الايموشنال انتليجنس في 2026 هو بيرفورمانس سكيلز، هي مهارات بتساعد على انه كل شخص فينا يوصل للبيك في البرفورمانس بتاعه. انا بشوف ان الايموشنال انتليجنس هو اعلى فيرجن لدماغ البني ادم بيقدر يوصل لها. طب تعالى نتخيل بقى اعلى فيرجن ده علشان توصل له انت نفسك هتبقى عامل ازاي، البرفورمانس بتاعك هيبقى عامل ازاي، قدرتك على اداره الانفعالات بتاعتك هتبقى عامله ازاي، قدرتك على التعامل مع البني ادمين هتبقى عامله ازاي، اللي هيختلف معاك هتتعامل معاه ازاي، اللي داخل معاك في كومبيتيشن هتوصل معاه لنهايه التراك ازاي، ولا هتديله كتف بقى تطيره من الكومبيتيشن، ولا هتحاول انك انت تعرقل له الطريق. ففي النهايه احنا بنتعامل مع مهارات بشكل كبير ليها علاقه باخلاقيات بيئه العمل. فكل ما بتزيد المهارات دي كل ما انت بتضمن انه اخلاقيات بيئه العمل هتبقى متفعله. ولو المهارات دي مش موجوده ففي الحقيقه انت كبزنس اونر بتحط شركتك في ريسك انت هتتفاجئ بالنتائج بتاعته. فدي كانت الرساله اللي انا حبيت اشاركها معاكم، واتمنى انها يعني اي حد هيتفرج على الفيديو ده ربنا يجعل ان الكلام ده رزق ليه، بحيث يشوف هو محتاج يعمل ايه علشان خاطر يطور المهارات دي عنده. ممكن تخش على يوتيوب تكتب الذكاء العاطفي محمد الشافعي او محمد الشافعي الذكاء العاطفي، ويطلع لك اكتر من 9 لقاءات اتكلمت فيهم عن الايموشنال انتليجنس. لعل وعسى انت تلاقي في فيديو من الفيديوهات دي اجابات او محتوى مهم يساعدك في انك انت تطور المهارات دي عندك. اشوفكم على خير ان شاء الله.